بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نهاركم زين، نهاركم طيب مشتركاتي الغاليات. نتمنى تكونوا في أحسن أحوالكم. وصفتنا نهار اليوم هي رولي بالدجاج واللحم، مع صوص تجيكم بزاف بنينة. بلا ما نطول عليكم نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عندي كمية من لا فيوند هاشي، عندي كمية تاني من البولي هاشي. نديرهم في كل حاجة في صحن كما راكم تشوفوا. عندي حبة بصل كبيرة نربيها ونحط للدجاج ونحط للحم. عندنا ملح وفلفل كحل. عندنا نحطوا عظمة لكل خليط تاعنا. نعصر شوية قارص عليهم تاني، ونحطوا لا شابلور، وتاني في الدجاج أنا نحط لا موطارد يعطيها جو هايل. نجيب البابي فيلم تاعنا كيما راكم تشوفوا. نطرح، ندير الطبقة الأولى تاع الدجاج مرحي، نعدلها مليح، ومن بعد نزيد الطبقة الثانية تاع لا فيون داشي. هذا الطبق يوالم بزاف المناسبات، وطبق بزاف هايل يحمر لك وجهك قدام ضيافك. نعدل هذيك لا فيون داشي تاعنا فوق البولي هاشي، من بعد ندير الفرماج كيما راكم تشوفوا، ونلف هذاك البودان تاعنا، ونضغط عليه مليح باه ما يديرليش فراغات. نزيد نعاود ندوبلي هذاك البابي فيلم تاعنا، نربط الجناب كيما راكم تشوفوا باه ما يتحللناش هذاك البودان تاعنا. نحطو في بابي ألومنيوم، ونحطو، أنا حطيته درتو في الكوشة في الكويزينيير، حطيته طول في البلاطو ما حطيتش معاه الما. نخليه حوالي ساعة. كي تكمل ساعة نفتح عليه ونشوفو، بعد ما يطيب لنا نحمروه في المقلة عادي. بالنسبة لاصوص أنا درت فخذ تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا. درت مغرف كبيرة زبدة، درت معدنوس، أنا نحب نقلي بيه لي صوص بلانش تاعي. عندك ملح وعندك فلفل أبيض. هذا واش ندير في المرق الأبيض تاعي. نقلي مليح هاد البرمة تاعنا، لأنه السر باه تجي أي صوص بنينة لازم التقلية الجيدة دايما كيما نقولها ونعاودها. بعد ما تقلينا البرمة تاعنا مليح نمرقوها عادي، قيس ما يتغطى لنا هذاك الدجاج برك، ونخليوها طيب. أنايا في المرحلة هذه زدت حبيبة تاع الزيتون. أنا الزيتون تاعي ما نغليش، أنا نبيتو في الماء وشوية قارص وشوية فرينة ونبدلو الماء حوالي 3 مرات. كي تروح له هذيك المرورية وهذيك الملوحة نخبيه ونطيب بيه عادي، ما نغليش. نقليه مليح مع في البرمة تاعنا وبعدها نمرق. ما نكتروش الماء بزاف باه تجي المرقة تاعنا بنينة وما تجيش مايهة بزاف. هنايا الرولي تاعنا كيما راكم تشوفوا، بعد ما طاب حطيته كيما قلت لكم في الكويزينيير على درجة حرارة 180 درجة، حوالي ساعة. كي فسحناه لقيناه طاب. تقدروا تقدموه هكذا، لكن أنايا درت له تحميرة خفيفة في المقلة مع شوية زبدة. هذا الطبق يوالم بزاف للعرضات،
المناسبات، الأعراس، رمضان الكريم إن شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا نحيلو هذاك في البابي فيلم، بعدها حمّرته في المقلة مع طرف زبدة، وبالمقابل المرقة تاعنا نخليوها حتى تنشف مليح يجينا المرق تاعنا خاطر ما نخليوهاش مايهة. والمرقة تاعي قبل ما نطفّي عليها نعقدها بشوية فرماج. هنايا البوده تاعي كان شوية سخون، نقصو كيما قُلت لكم شوية من المرق تاعنا في كاسرونة، نزيد عليه عصرة قارص، ونزيد عليه شوية فرماج، الفرماج حسب الرغبة، نحطو شوية على النار حتى يذوب لي هذاك الفرماج، ومن بعد نرجّع الخليط هذا تاعنا على المرق، لكن قبل ما نرجعو على المرقة تاعنا نصفّيه باه ما يبقاليش هذاك الفرماج الكُتل هاذيك فيه، وتعطينا منظر مش مليح للطبق تاعنا، ونرجعو للمرق ونخليه حتى يختار. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، نتمنى تنال إعجابكم، انتظروني في وصفات أخرى إن شاء الله. سلام.